Thanksgiving أو عيد الشكر هو احتفال عائلي بيكون على العشاء، وبيكونوا طبخين ديك رومي، وبيكون بشهر نوفمبر، تحديدا بالخميس الرابع من شهر نوفمبر. بنبسطوا بيحتفلوا، واليوم اللي بعده يحذركم ايش بيكون فيه؟ صح عزيزي المشاهد، بلاك فرايداي، الجمعة السوداء. هاي الجمعة اللي بصير فيها تخفيضات هائلة والناس بهجموا عشان يشتروا وحالة يعني. هلا بعيدا عن البلاك فرايداي والديك الرومي، هل عمرك سألت حالك ايش اصل هذا الاحتفال؟ هل أسطورة هذا الاحتفال بتشوه التاريخ؟ وهل هناك أمور مخفية من وراء هذا الاحتفال؟ والأحلى وأهم من كل شيء إنه رح نفهم كل هاي الأمور وإحنا بنحضر في عشاء من حواضرنا وثقافتنا وتاريخنا للعائلة. بس قبل خلينا نغير اللون الأحمر. أيوة هيك. طيب هذا الأسطورة شو بتحكي؟ بتحكي فيه جماعة من إنجلترا انشقت عن الكنيسة دينيا وهربت وين؟ على أمريكا الشمالية اللي كان بوقتها عليها صراع من الهولنديين والفرنسيين والبريطان والإسبان وحتى السويديين. وهذا الحكي بخريف 1620 على سفينة اسمها ماي فلاور، وكان عليها 102 راكب. وهذا وهم بالسفينة قعدوا واتفقوا على قانون بينهم، فكتبوا وثيقة وسموها The Mayflower Compact، يعني وثيقة زهرة ماي. فكتبوا فيها زي قانون إلهم وكان أساسي لحياتهم القادمة. وبعدها يا عزيزي المشاهد وصلوا الشواطئ الأمريكية وأسسوا مستعمرة سموها مستعمرة بليموث كولوني، وكانت هي من أوائل المستعمرات البريطانية هناك. وشو الأسطورة بتحكي؟ إنه أول ما نزلوا الركاب كانت الأرض فاضية، وبعدها بطريقة ما عرفوا إنه نص السكان الأصليين ماتوا من الأوبئة والأمراض، فصاروا يحكوا سبحان الله زي كأنه هاي الأرض جهزها الله إنهم خصوصي عشان يجوا عليها وكمان حتى يعمروها. فبعدها صاروا يحكوا إنه بس وصلوا كان في شوية سكان أصليين، بس يعني ما في عندهم لا حضارة ولا علم ولا إشي، يعني إشي بخزي. وديروا بالكم المستوطنين وصلوا كان بشهر 12، يعني كان في برد وفي هلاك ونصهم مات من الأمراض. طبعا هذا الأسطورة هيك بتحكي. وهذا بعدها إيش بحكي لك؟ إنه بحكمتهم وذكائهم للمستوطنين قدروا يتجاوزوا هذا الشتاء، وبعدها صاروا يتعلموا الزراعة والصيد. تعرفوا شعب ذكي هو كان، فيعني بعد بسنة كان وضعهم تمام التمام. فوقتها شو عملوا؟ بشهر 11 من سنة 1621 صاروا يحكوا يا جماعة ليش ما نعمل يوم احتفال نشكر فيه الله على انه احنا اجتزنا الشتاء وهينا عايشين وعرفنا نصطاد وحصدنا والامور بخير وعال العال. فوالله ما كذبوا خبر وراحوا جابوا الديك الرومي، ومن هون بتيجي الاسطورة. بس ما ننسى انه بالاول ما كان في ذكر اصلا انه في سكان اصليين، بعدها شوي شوي صاروا يذكروهم وصاروا يحكوا انه هدول جماعة حبابة وبجننوا، واصلا صاروا يحكوا انه احنا هذا اليوم للاحتفال هو كمان يوم للاحتفال للتصالح الديني، انه احدى الاسباب. ولكن عزيزي المشاهد الحقيقة تاريخيا مختلفة. طيب لحد ما تجهز العجنة خلينا نكمل القصة. هاد شو أول ما نزلوا الركاب على الشاطئ ما كانت فاضية، بس ما كان في ولا حدا. ليش يا حذركم؟ لأنه أجوا على القرى الصيفية للسكان الأصليين، والدنيا كانت خريف، وهم بالخريف بيروحوا من الشواطئ للغابة اللي هي القرى الشتوية. طبعا لما أجوا المستوطنين السكان الأصليين أصلا كانوا شايفينهم، وزعيمهم كان الأمريكي المشهور ماساسويت، وكان يفكر أنا هدول هلا شو بدي أعمل معهم؟ أروح أقضي عليهم ونخلص؟ بس أنا ليش بدي أفتح حالي جبهة جديدة وأنا عندي جبهات لسه بحارب فيها؟ فضل يفكر
يفكر لحد ما قرر إنه يتحالف معهم. طبعا بعد إيش؟ بعد ما شاف إنه هدول بيستخدموا أسلحة وأدوات واضح إنه وراهم مملكة قوية، وهو صار يفكر. هو كان جدا ذكي ومنطقي، ولكن القرار اللي أخده راح يندم عليه بعدها. المهم هو وقتها كان بده هيك مملكة قوية إنه يتحالف معها ويفتح تجارة معها، فصار يحكي أنا بساعدهم وبفتح أنا وياهم تجارة مع بعض. والله وهيك صار الوكيل الحصري للأوروبيين والبضاعة تبعتهم، وجماعته السكان الأصليين صاروا يعلموهم كيف يزرعوا الذرة ووين أفضل منطقة لصيد السمك، ويعني تحالفوا مع بعض. وقصة عيد الشكر صارت لما روح الزعيم ماساسويت وكم واحد من زلمته ومتصيدين غزلان، فصاروا يحكوا للمستوطنين إحنا بدنا نحتفل اليوم بنجاح هذا التحالف وبإنه إحنا اجتزنا الشتاء. طبعا كله هذا ما دام. ليش؟ لأنه القبائل المجاورة مش راح تضلها تطلع عليه محتكر كل السوق، والمستوطنين صاروا أقوياء جدا، اتضاعف عددهم وصل 20,000 نسمة، وصار عندهم أسلحة قوية وجديدة وما كانت تسترجي ولا قبيلة تطب فيهم. وأول قبيلة استرجت وحاربتهم صارت بوقتها أكبر مجزرة مشهورة. وهيك بتكون جهزت العجينة. شوفوا ما شاء الله، احكوا ما شاء الله. المهم خلينا نكمل لكم بالقصة. هاد لحد كل اللي صار والمذبحة وكل اشي، ولسه ماساسويت بفكر حاله انه هو غير، يعني هو عندهم ما شاء الله العجينة، انه هو عند المستوطنين غير. بس يا اخي المستوطنين زاد عددهم وصاروا اقوى، فصار بدهم مساحة اكبر. مع مرور الوقت بزداد عددهم اكتر واكتر. وهون شو صاروا يعملوا المستوطنين؟ صاروا يحكوا للسكان المحليين انه اعطونا هاي الارض واطلبوا المبلغ اللي بدكم اياه واحنا جاهزين. والله وهيك صار، لانه زي ما حكينا سابقا صاروا عددهم كتير كبير. بعدها صاروا المستوطنين يختاروا الارض اللي بدهم اياها وبالسعر اللي هم بدهم اياه، وعجبكم ما عجبكم لعمره لا يعجبكم. بعدها صاروا السكان الأصليين يطلبوا من المستوطنين إنه مشان الله بس خدوا هاي الأرض واعطونا دواء، لأنه من كتر ما صار في أوروبيين صار في أوبئة وأمراض جديدة السكان الأصليين ما بتحملوها، مناعتهم ضعيفة. فاستنفروا السكان الأصليين ونقضوا التحالف مع الأوروبيين وراحوا عملوا حرب كبيرة اسمها حرب الملك فيليب اللي هو ابنه لماساسويت. وبوقتها ثار ودخل بحرب كبيرة مع المستوطنين وراح فيها قتلى، حتى هو انقتل وعلقوا راسه على مدخل بليموث لمدة 20 سنة عشان يكون عبرة للكل. لهيك عزيزي المشاهد من وجهة نظر السكان الأصليين هاي ذكرى حزينة، هي فعليا بداية نهاية تاريخهم. والاحتفال القائم حاليا بأمريكا بشوه التاريخ. هلا صح المعظم بيحتفل في هذا اليوم من دون ما يعرف ايش هو هذا اليوم. هو اشي ايجابي فيه، يوم نشكر الله فيه، ولكن احنا مش بحاجة يوم. المفروض كل لحظة انت تحمد وتشكر الله على كل اشي. لهيك انت المفروض تعرف اصل وفصل وسبب هذا الاحتفال قبل ما تنجر وتصير تحتفل فيه، وبعدها انت حر، بدك تحتفل احتفل، ما بدك ما بناسبك كمان حر. لهيك نهاية بحب احكي لكم انه الاكل اللي عملته اليوم مش للاحتفال بالثانكس جيفينج او عيد الشكر، ولا انتمي لهذه المناسبة، خاصة احنا بفلسطين اللي بنعيشه احداث مشابهة جدا. ولكن عملت هاي السفرة لأجمع العيلة وأحكي الحمد لله إنه أنا عندي هيك عيلة ربطني أبحث وأفهم قبل ما أنتمي لأي إشي، وربطني أحمد الله دائما على كل إشي. الحمد لله كل يوم وكل ساعة وكل لحظة، الحمد لله.